دلوقتي هنتكلم على نبذة عن مرض الشرخ الشرجي. الحقيقة الشرخ الشرجي ليه أسباب كتير، منها إن دايما يبقى فيه إمساك، منها القعدة فترات طويلة على وضع واحد. بيبقى فيه ألم شديد من جوه في الشرج، وأحيانا بيبقى فيه مع الإمساك دم بينزل. حقيقة الشرخ والبواسير أعراضهم متشابهة جدا. البواسير بس في جزء من الأوعية الدموية بينزل أوقات من الشرج، والنزيف بيبقى أكتر شوية لما يكون بتنزف. الشرخ الشرجي طبعا بنفرقه عن البواسير عن طريق الكشف عن طريق الشرج. طيب الشرخ الشرجي ده علاجه إيه؟ طبعا بيبقى منتشر أكتر في الأطفال وبعض الناس في الكبار. بعض الناس بيبقى في الأطفال ويستمر لغاية ما يكبر، وبعض الناس بيلم أما بعد البلوغ. طيب علاجه إيه؟ علاجه طبعا بندي مرهم ليدوكاين اللي هو السيدوبروكت مثلا، أو لبوس زي الاتش فورمولا، حاجات اللي فيها مخدر بتهدي الألم بتاع الشرج. بندي مضاد حيوي زي مثلا أي مضاد حيوي على حسب السن. وبندي برضو مسكنات على حسب السن برضو تهدي الألم عقبال ما اللبوس يهدي الدنيا. وطبعا لازم ندي ملين لو هو عنده إمساك، لأن الإمساك بيزوده جدا. بيزيد جدا الشرخ وبيحرق البني آدم زيادة لو هو بياكل حراق. البواسير والشرخ بيزيدوا جدا مع الحراق، فلذلك بنوصي دايما انه الشخص اللي عنده شرخ انه ياكل حاجات ملينات طبيعيه ويبعد عن الحراق في الاكل، لانه بيزود الامساك، والامساك هيزود له الموضوع سوء. طبعا بيبقى فيه حته مجروحه، فلو حصل امساك بيبقى فيه الم شديد اثناء نزول البراز، لدرجه في بعض الحالات ان بيكتموا البراز مش عايزينه ينزل، وده بيسوق الامساك زياده وده بيسوق الشرخ زياده. ممكن نضطر لبعض الناس لو قعدوا اكتر من اسبوع لحقنه شرجيه عشان ينزلوا البراز. طبعا البراز كل ما بيفضل في الامعاء الغليظه او المستقيم فتره، بتبدا السوائل اللي فيه يمتصها الجسم ويبقى زي الحجر، فطبعا مش ميزه ان انت تكتم البراز، دي حاجه مش كويسه. علاجه بيبقى جراحي، يعني لو هو فضل وقالم المريض جامد واستمر، او في طفل واستمر لغايه ما بلغ، بيبقى بعض الناس بيبقى جراحة، وفي بعض المحاولات دلوقتي انهم يعملوه بالليزر، لكن الحقيقة مش ناجحة قوي. الجراحة بتبقى أقوى وأفضل. نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على مرض البواسير. زي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاع الشرخ الشرجي، البواسير مشكلتها انها برضو بتعمل دم اثناء البراز، واحيانا بتحس ان في جزء منك كده نزل وانت بتتشطف من البراز، حاجة زايدة نازلة كده بعد البراز، ودي بتبقى اوعية دموية متمددة محتاجة انها تدخل جوه وتبقى ترجع لطبيعتها. البواسير مشكلتها انها احيانا كتير بتنزف وبتعمل نزيف شديد، يعمل انيميا مع الوقت. برضو دايما اللي عندهم امساك ممكن يكون دي من اهم الاسباب للبواسير. برضو اللي عندهم ضعف في الشعيرات الدموية برضو من اهم الاسباب للبواسير. البواسير هو عبارة عن اوعية دموية متمددة بتنزل من البراز، واحيانا بتنزف بعد البراز، وبعدين احيانا من الشرج يعني، وبتنزف اوقات. بيبقى علاجها بندي حاجات تتقبل الأوعية الدموية زي الدافلون أو الدايوفين، وبندي مضاد حيوي، وبندي ممكن ندي حاجة توقف النزيف زي فيتامين كاف أو الكابرون أو الدايسينون، وممكن ندي كمان وبندي كمان سوليوسيبت، حاجة مطهرة للمنطقة دي، بيقعد فيها ربع ساعة مع مية دافية كده عشان تهديله الألم. طبعا علاج البواسير الرئيسي غير العلاج الدوائي، لو ما جابش دواء بيبقى يعني لو ما العلاج الدوائي فشل لازم بيبقى فيه تدخل جراحي. التدخل الجراحي بيبقى يعني مش برضه بعض الناس قالوا الليزر ومش الليزر، لكن هو التدخل الجراحي هو الأساس برضه زي الشرخ الشرجي. طبعا هي من عيوبها جدا انها ممكن تعمل انيميا شديدة مع الوقت، لانها مع كل براز بيبقى فيه فقد للدم.
برضو ننصح المريض انه ياكل ملينات طبيعية زي الفاكهة، اللبن، الماء، يشرب مية كتير. الحاجات دي ملينات، ياكل عيش دايما الاسمر اللي بالرده، كل دي ملينات طبيعية عشان ما يزيدش الامساك والموضوع يزيد معاه. اتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.